مساء الخير، اهلا بيكم معانا حلقه جديده مباشره من مصر واسره يوم الثلاث. زي ما احنا متعودين دايما كل ثلاث بكون معاكم مريم بدر والزميل مجدي درباله. اسمحوا لي في البدايه ارحب بمجدي. اهلا بيك يا مجدي، مساء اهلا الخير. بيك يا مريم، اهلا بيكم اعزائي المشاهدين ويوم جديد ومباشر من مصر. وهنبدا على طول اخبارنا مع مريم. تمام، معانا اول خبر. الرئيس السيسي يشارك قاده القوات المسلحه الافطار السنوي بمناسبه ذكرى العاشر من رمضان. تزامنا مع الاحتفال بذكرى انتصارات العاشر من رمضان، حضر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه والقائد الاعلى للقوات المسلحه حفل الافطار السنوي الذي اقامته القوات المسلحه بهذه المناسبه، بحضور المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والبابا تودرس الثاني بابا الإسكندرية، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعدد من الوزراء والمحافظين وقادة الأفرع الرئيسية وقادة القوات المسلحة والشرطة المدنية ولفيف من كبار رجال الدولة وقدامي قادة القوات المسلحة. يمكن ده أول خبر معانا بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان. معانا خبر آخر. هننقل على طول للأخبار الاقتصادية. في ظل توجهات القيادة السياسية بدعم الصناعة المصرية وتعزيز الاعتماد على المنتج المصري، وفي ضوء تكليفات البنك المركزي بقيادة محافظ حسن عبد الله بتذليل المشكلات التي تواجه المصنعين، كثفت البنوك العاملة في مصر جهودها لدعم المنتج المصري وأصحاب المشروعات، حيث جاءت تكليفات محافظ البنك المركزي حسن عبد الله لرؤساء البنوك بالاجتماع بقيادات قطاعات الصناعه وتذليل كل المشكلات التي تواجههم. واكد مصدر مصرفي ان البنوك العامله في مصر وعلى راسها البنك الاهلي المصري المملوك للدوله كثفوا اتصالاتهم برجال الصناعه للالتقاء بهم لتذليل كل العقبات التي تواجههم في سبيل تدعيم الصناعه المصريه وتفعيل شعار صنع في مصر. المصدر أكد أن توجيهات هشام عكاشة رئيس البنك الأهلي تتركز على توفير نصائح اقتصادية لأصحاب تلك المشروعات بهدف تحريرهم من أي قيود تعيق انطلاق الصناعة الوطنية، وكذلك دراسة أي معوقات تمويلية تواجه أصحاب هذه المشروعات. الحقيقة أن كان في توجه من الدولة بتقليل الهدر من العملة الصعبة وتحديد السلع التي تستوردها مصر، والبحث عن مصنعين مصريين ينتجون هذه السلع. ودي الصراحه يعني كانت شهاده اهتمام من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، حيث انه التقى برجال الصناعه وطلب منهم انتاج هذه السلع، وطلب من البنك المركزي والقطاعات المصرفيه بتذليل كل الصعوبات التي تواجه رجال الصناعه لتعزيز شعار صنع في مصر. تمام، استكمالا لاخبارنا زي ما احنا متعودين دايما بيكون معانا تقرير اخباري في كمان الكثير من الاخبار المهمه اللي حدثت في مصر والعالم. خلونا نتابع تقريرنا الاخباري وهنبتدي فقره الصالون مع ضيفتنا اللي منورانا في الاستوديو، لكن بعد التقرير. الرئيس السيسي يهنئ نظيره الروسي بوتين بإعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة. رئيس الوزراء في ذكرى العاشر من رمضان: ملحمة خالدة ستبقى عيدا. رئيس الوزراء: الملف الاقتصادي يسير بصورة جيدة ونحن في بداية الاستقرار. الحكومة: مد فترة توثيق أوضاع الأجانب المقيمين بصورة غير شرعية 6 أشهر. مجلس الوزراء يوافق على شروط خروج الآلات بصفة مؤقتة من المنطقة الحرة. رئيس النيابة الإدارية يهنئ الرئيس السيسي بذكرى نصر العاشر من رمضان. وزير خارجية إيطاليا يؤكد أهمية دور مصر في استقرار إفريقيا ومكافحة الهجرة غير الشرعية. سياسيون في ذكرى عودة طابة: لن نقبل بأي مخطط إسرائيلي على حساب سيناء. تحفيز التجارة والاستثمار في مصر. وزير التضامن: الانتهاء من مسودة مشروع قانون إنشاء صندوق إعانة طوارئ العمالة. الخارجية الأمريكية: بلينكين يزور مصر الخميس لبحث سبل تقديم المساعدات لغزة. بلينكين: مباحثات في مصر والسعودية تركز على أسس السلام وغزة بحاجة لمساعدات. وصول 4 طائرات مساعدات لصالح قطاع غزة إلى مطار العريش. وزير الدفاع الأمريكي:
واشنطن لن تسمح بسقوط أوكرانيا.